ضع الحد الأدنى والضروري من المساعدة لطفلك علشان يقدر ينجح. يعني على سبيل المثال لو عندي مشكلة ان كل يوم بقوله الهدوم اللي مش نظيفة بتتحط في السلة، فأنا ممكن أثبت مكان ظاهر وواضح للسلة دي، وممكن كمان أعلق فوقيها لافتة مكتوب فيها ضع الغسيل المتسخ هنا. ولو طفل صغير مش بيعرف يقرأ فممكن أحط له صورة مرسومة. بفضل حاطة اللافتة دي لمدة 3 أسابيع. بعد ال3 أسابيع لو قدرت أشيلها خلاص اتعود على إنه يحط الغسيل المتسخ في المكان ده، فمعنى كده ان الذاكرة العاملة بتاعته خلاص حفظت ان ده المكان الثابت والروتيني بتاع الغسيل المتسخ. فانا هنا عملت ايه بقى؟ عملت تغيير بسيط على البيئة بتاعة الطفل، ومع الوقت خلاص هو هيتدارك النقطة دي.